ننتقل إلى مدخل طريق قرية الأخضر عزلة الأملوك، وهناك كان المشهد مختلفاً. حراثة تمضي في الطريق لا للتشق بل لتعيد الحياة إلى الأرض، تعيد للمدرجات الزراعية ابتسامتها وترسم ملامح الزراعة من جديد. وعلى امتداد هذا الطريق المصبوب بإتقان نرى الأشجار ليست مزروعة بأيدي البشر، بل نبتت واختارت المكان بنفسها، وكأنها أرادت أن تشارك في هذا الجمال. في هذه المبادرة رسالة صامتة لكنها عميقة، أن الخير حين يبدأ تلتف حوله الحياة من كل جانب، ومع التقدم أكثر تظهر لنا مبان حديثة متواضعة لكنها تحمل معنى كبير. هنا حين وصل الطريق بدأت الحياة تتحرك، بدأ الناس بالبناء، لأن الطريق ليس مجرد إسفلت بل هو أساس وشريان الحياة. وعند دخولنا إلى قلب القرية كان المشهد مدهشا. الطريق تمر من كل باب ومن كل زقاق بتفاصيل تشبه صنعاء القديمة، تقارب البيوت وحميمية المكان، حتى أننا لم نستطع إكمال المسير من شدة كثافة وتلاحم المنازل. هنا لا يسعنا إلا نقف احتراما ونقدم الشكر لأبناء القرية على هذه المبادرة وهذا الإنجاز العظيم الذي لم يبنى بالإمكانيات بل بالإرادة.